دايما بنسمع ان السوردو علشان يطلع ناجح محتاج دقيق مخصوص بيبقى مستورد، وده بتبقى تكلفته عالية شوية على بعض الناس، وكمان مش متاح للجميع. بس الحقيقة ان السوردو ده مش مجرد ماركة دقيق، ولكنه فن وتعامل. النهاردة عملت لكم رغيف احترافي بدقيق السوبر ماركت العادي. هقولك ازاي تتعاملي مع الدقيق ده وتطلعي منه احلى اب كرام وقشرة مقرمشة. البداية دايما يا جماعة بتبدأ من هنا، من الخميرة الطبيعية النشطة جدا. علشان تطلعي نتيجة احترافية بدقيق عادي لازم خميرتك تكون في قمة نشاطها. شايفين الفقاعات دي؟ ده معناه ان الخميرة ناجحة وجاهزة، لانها تحول اي دقيق لقطعة فنية حرفيا. انا استخدمت النوع ده من الدقيق، وده دقيق عادي متعدد الاغراض، استخراج 72%. نسبة البروتين فيه كانت عالية حوالي 13.5%. وطبعا البروتين ده هو اللي بيبني الجلوتين اللي بيحبس الهواء ويخلي الرغيف ينفخ معاكي جوه الفرن. ودلوقتي هنبدا الوصفه بتاعتنا، واول حاجه ناخد بالنا منها بما اننا مستخدمين دي هو مش مخصص للسوردو، هي نسبه الترطيب. المفروض بنبدا بنسبه ترطيب قليله ما بين 60 ل 65% علشان العجينه ما تسحش معانا. نزلت بالميه ونزلت كمان بالخميره، والكاميرا فصلت فشوط الدقيق ما تصورش. نزلت انا كمان بكيلو دقيق، لان انا هعمل رغيفين. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف، تقدروا تاخدوها سكرين شوت. وانا بوريكم ان انا استخدمت النوع ده من الدقيق واستخدمت منه كيلو. يا دوب كده مزجت الخميره مع الميه ونزلت بكيلو الدقيق وما عجنتش خالص، يعني يا دوب كده بخلط كده بالاداه دي. بعد كده بستخدم ايدي في العجن، وانا مش مطلوب مني في المرحله دي ان انا اعجن واخدم العجينه والحركات دي. لا، انا يا دوب بس بدخل يعني الدقيق في الميه. تمام، يعني ما يكونش عندي اي دقيق كده ظاهر، يبقى بدخله كده وخلاص. بسيب العجينه ترتاح حوالي 30 دقيقه، والبقى الجلوتين بيبتدي يتطور لوحده في المرحله دي قبل ما اضيف الملح. طبعا احنا مش بنضيف الملح من الاول علشان بندي وقت للخميره انها تشتغل، لان الملح طبعا من الحاجات اللي بتعوق عمل الخميره. فبغطي العجينه لمده 30 دقيقه، وبعد كده برجع لها تاني بضيف الملح. بعد مرور 30 دقيقة العجينة طبعا بتكون ارتاحت خالص معايا، والجلوتين اتكون طبعا نوعا ما. هو لسه ما تكونش يعني بشكل قوي، لسه هنعمل طي وفرد وهنعمل حركات كده نقوي بيها العجينة، ولكن زي ما انتم شايفين كده هو يعني اتكون بشكل مبدئي. لما بعمل الويندو تيست كده يعني يا دوب كده ايه الشبكة ضعيفة شوية، بس اتكون بدون اي عجن بدون اي حاجة. دلوقتي هضيف 20 جرام من الملح، وهنزل عليه بشوية مية. انا كنت حيشاهم اصلا بنسبة الترطيب الاصلية علشان ندوب فيهم الملح.